انت نجم كبير وكنت لعيب طبعا مميز جدا في اكتر من نادي، محمد احمد رفعت، ولكن منصبك لا لازم اقول لك يا استاذ دلوقتي. خلاص بقى. اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. كله تمام. يعني احكي لنا في مشاكل او في لخبطه كده عندنا كاعلام كمشاهدين، موضوع النادي الاهلي خدتوا ايه؟ المزايده اللي كانت النهارده نفهم برضو القصه يعني. طيب هو انا اول حاجه بس حابب اوضحها، لان انا قريت على بعض الويب سايتس وبعض الاخبار على النت ان سي بي سي هي اللي اشترت الحقوق الحصريه لمباريات النادي الاهلي. انا بس اللي حابب اوضحه ان شركه فيوتشر ميديا او شركه المستقبل للوسائل الاعلاميه هي اللي اشترت الحقوق. هي شركه المستقبل هي الوكيل الاعلاني لقنوات سي بي سي. يعني مش سي بي سي كقناه، مش الشركه قناة اللي هي الوكيل بتاع السي بي سي، الوكيل الاعلاني هو اللي اشترى الفيوتشر، يعني اللي اشترى الماتشات. بالظبط كده. تمام. فدي اول نقطه. وتاني نقطه برضو اللي حابب اوضحها، ان احنا هدفنا من المناقصه دي لما دخلنا اشترينا كشركه المستقبل ملناش اي هدف من التفكير الحصري ان ماتشات النادي الاهلي تكون حصريا على قنوات السي بي سي. دي ممكن يكون حد يعني اول مره بنعلن الكلام ده، ممكن يكون ما حدش شاف الكلام ده قبل كده. احنا كشركه مصريه ضد مبدا الحصريه على جميع المستويات، سواء في البرامج او في اي حاجه اخرى. والمباريات خصوصا المباريات، يعني المباريات دي من حق المواطن المصري ان هو لازم يتفرج عليها على كل القنوات. فاحنا اول حاجه بنحب نعلنها ان الماتشات ديت ليست حصريه على السي بي سي، على قنوات سي بي سي. يعني انت ممكن تبيع للنهار، ممكن تبيع لدريم، للحياه، اي قناه مفيش مشكله. بالظبط. احنا قد تقدمنا في المناقصه ديت بعد ما النادي الاهلي عرض على كل الشركات، كان في شركتين محترمين جدا معانا النهارده في المناقصه. احنا تقدمنا ان احنا شفنا ان لازم تكون شركه مصريه هي اللي تمتلك الحقوق الحصريه لمباريات النادي الاهلي، وبعد كده احنا نقدر نسوقها مع جميع المحطات المصريه، خصوصا ان المحطات المصريه ديت بقى لها 3 سنين بتعاني من الرياضه في مصر. في محطات رياضيه قفلت زي مودرن. المحطات الثانيه دلوقتي لو كانت راحت القنوات مباريات النادي الاهلي على اي محطه ثانيه حصريه، القنوات المصريه ورجال الاعمال اللي فاتحين محطات مصريه دي هتقفل. في ناسها عمال وموظفين وناس كتيره قوي بيوتها بتتخرب، ممكن يحصل لهم مشاكل. فاحنا ما كانش هدفنا خالص، وبنعلنه دلوقتي ان احنا ليس الثروه دي ليست للاعلان حصري او الاذاعه الحصريه على قنوات سي بي سي، بل بالعكس احنا على اتم استعداد من دلوقتي وانس ان احنا نخلص الاجراءات القانونيه بتاعت العقود مع النادي الاهلي، ان احنا نبتدي نتكلم مع القنوات الاخرى النهار، تحرير، المحور، الحياه، اون تي في، وتظهر اي قناه مصريه. احنا جاهزين طبعا. طيب سؤالين، وهم السؤالين دول يعني في دماغ كل واحد دلوقتي بيتفرج علينا. التلفزيون المصري قال هو مش هيدي اشاره البث الانديه، فانتوا اشتريتوا من النادي الاهلي، هتذيعوا الماتشات ازاي من غير اشاره البث اللي هي يعني التلفزيون هو من حق التلفزيون يعني؟ بص، هي المشكله دي دايره وقايمه بقى لها فتره، ودي حاجه النادي الاهلي بيحلها حاليا مع التلفزيون المصري، ان دي حاجه يعني حاجه من حقوق واصول النادي الاهلي، فهو المفروض ان هو في مرحله التفاوض على القصه دي. وانا في الاخر انا بشتري النادي الاهلي، الموضوع شامل كل حاجه. اصل في النادي الاهلي قالوا لا احنا مالناش علاقه، الشركه اللي هتشتري هي تتفاهم مع التلفزيون. دلوقتي حضرتك بتقول لي النادي الاهلي هو اللي هيحل الموضوع مع التلفزيون. هو في الاخر لازم الطرفين هم اللي بيتفقوا ويحلوا الموضوع مع التلفزيون، سواء احنا والنادي الاهلي او النادي الاهلي او احنا بس لازم في الاخر الثلاث اطراف يتفقوا مع التلفزيون ان شاء الله، واحنا في صدد الاتفاقيات دي. طيب دلوقتي التلفزيون رفض ان هم اللي هو يدي اشاره لشركه فيوتشر ويذيع ماتشات النادي الاهلي، التصرف هيكون ايه؟ والله بص، انا مش عايز اسبق الاحداث السيئه، يعني خلينا نمشي في الموضوع واحده واحده، لان اكيد برضو في ناس كتيره باصه على القصه دي، لكن انا مش عايز اسبق لاي حاجه سيئه هتحصل. خلينا متفائلين، وخصوصا ان الهدف اللي احنا عملناه كشركه المستقبل هي خدمه جميع القنوات المصريه. طيب سؤال يعني ما تقليش ان حد هيتاخر هيبقى من مصلحته انه يعني يقف ضد مصلحه اي راجل اعمال مصري فاتح محطه وفيها مساهمه وفيها اي مسانده لاي موظف مصري. طيب السؤال الثاني، وده اتقال النهارده بعد ما يعني فيوتشر خدت ماتشات النادي الاهلي ب 41 مليون، البعض انتقد وقال المبلغ كبير جدا، يعني لا يمكن المبلغ ده او مبالغ فيه، لا يمكن المبلغ ده هيدفع فعلا للنادي الاهلي، وهيقدروا يلموا المبلغ ازاي؟ 41 مليون على 9 ماتشات في بطوله الدوري الممتاز، وماتشات النادي الاهلي في دور ال 16 و32، يعني ماتشين كمان 11 ماتش بعض ماتشات قطاع الناشئين اللي هي ما بتمثلش اهميه قوي زي الماتشات الفريق الاول. ف 11 ماتش ب 41 مليون، يعني الماتش يقف ب 4 مليون. فيعني شايفين الناس شايفه ان المبلغ او يعني في مبالغه شويه، المبلغ كبير جدا.
بص، هو زياده عن الماتشات اللي حسبه الماتشات دي، في 4 ماتشات كمان بتوع كاس افريقيا اللي هم دور ال 32 ودور ال 16 رايح جاي. ما هم انا قلتهم دول. فدول برضه لا هم 9 يا كابتن يا استاذ محمد، هم 9 اللي هو ماتشات النادي الاهلي في الدوري دلوقتي 9، ان الاهلي لعب ماتش على ارضه. وفي ماتش النهارده وفي ماتشات دور ال 32 وال 16 ماتشات النادي الاهلي فقط، اللي هو صاحب الحق فيها، اللي هي سواء ماتشات الذهاب او العوده. فكده هيبقى 11 ماتش، ان الماتشات الثانيه اللي هي هتتلعب على ارض المنافس بتبقى من حق الفريق المنافس. من حق الفريق المنافس. فهم 11 مباراه بس ب 41 مليون جنيه، فالناس قالت ده مبلغ كبير جدا يعني. بص، هو اكيد مما لا شك فيه ان المبلغ كبير، ولكن النادي الاهلي كقيمه اعلاميه واعلانيه، اضافه طبعا لاي شركه او لاي محطه تلفزيونيه بينزل عليها النادي الاهلي او اعلانات لماتشات النادي الاهلي. دي اول حاجه. ثاني حاجه، انت وانس ان انت اتحطيت في مناقصه او مزايده، خلاص كل طرف بيحط السعر بتاعه، وكل طرف او كل شركه عامله حساباتها وعامله طبعا دراستها من قبل ما تخش. ال3 شركات اللي كانوا موجودين شركات ليها خبره كبيره في المجال دوت يعني. فكل واحد عامل حسبته اكيد من قبل ما يروح، ان الموضوع مش انا رايح ان انا اخد الحاجه واخسر بيها وخلاص، لا بالعكس، كل واحد عامل حساباته صح. وفي الاخر برضو ان انت لازم، احنا بقول لك نرجع تاني ان احنا كشركه مصريه قلنا لا، لازم ان شركه مصريه هي اللي تاخد حقوق النادي الاهلي، علشان الحقوق دي لازم تتذاع على القنوات المصريه، ما تبقاش موجوده حصريه في اي قناه اخرى زي ما كنا بنسمع غير مصريه يعني. طيب ما حاولتوش تتفاهموا مع التلفزيون ان انتوا يعني التلفزيون يبيع للقنوات الفضائيه المصريه ماتشات الدوري غير ماتشات النادي الاهلي؟ والله بص، يعني انا المعلومات اللي عندي ان احنا كل القنوات قعدت مع التلفزيون، يعني كل المحطات وكل رجال الاعمال اصحاب المحطات، كل الناس بتتفاوض مع التلفزيون وعايزين يقدموا عروض للتلفزيون. كله عايز طبعا، يعني كلنا من مصلحتنا ان احنا ناخد الدوري المصري على قنواتنا كلنا يعني. بس التلفزيون ما اعرفش الفكر ان هو يروح للحاجه الحصريه، مش عارف بصراحه هم تفكيرهم ايه. لكن طبعا كل المحطات المصريه سواء CBC او النهار او غير القنوات دي، اللي انا عارفه ان الناس كلها طبعا يعني بتتفاوض مع التلفزيون وعايزه ان هي تاخد الدوري المصري كله عندها يعني. هنشوف موضوع الهايلايتس ده، هنشوف، مش عارف ايه اللي هيحصل بصراحه. الموضوع صعب جدا يعني. بشكرك الاستاذ محمد احمد رفعت، مدير او نائب مدير شركه فيوتشر.